السلام عليكم. السلام عليكم. بقولوني عربي في الإمارات. أزهارها الجميلة. طبعا دي سنة تربية الجدر، زرع 9/3 اللي فات 2022، وإحنا النهاردة 4 فبراير 2023. ده نمو 6 أشهر الصيف بتوع سنة 22. طبعا الورق أصفر وناشف، لأن المفروض أصلا الورق ده وقع. بدأت تفتح اهي الأزهار. هنا كان تحدي، أرض الرملة فيها مالحة، التراب هنا فظيع، يوميا عواصف رملية شديدة. كان تحدي انها اصلا مش تحدي لبولونيا، تحدي لاي زرع لاي شجر. الناس هنا بيقولك اي زرع اي شجر ما بيطلعش. بولونيا عربي، برضه بكرر بولونيا عربي، مش اي بولونيا، مش بولونيا امريكا ولا اوروبا ولا اسيا. بولونيا عربي المصرية المخصصة، ريحة جميلة. بولونيا عربي المخصصة لدول الخليج، للدول العربية، المخصصة للحر. بولونيا عربي المصرية، شتلاتها مع إرشاداتها، مع تنفيذ إرشاداتها تبقى تدي هذه النتيجة. شوف دي عقلة كانت 10 سنتي. كانت الناس زعلانة جدا، ايه دي يا عم اللي انت بتقول هتبقى 2 متر خلال 3-4 اشهر؟ عقلة 10 سنتي، عقلة جذرية شتلة ملش 10 سنتي. اتزرعت يوم 9/3. قلنا لهم خلال 4 اشهر هتبقى 2 متر. لا، خلال 4 اشهر بقت مش اقل من 3-4 متر يمين وشمال. اهو المزرعة بالكامل اهي اهي اهي. احنا في فبراير، المفروض مفيش ولا ورقة دلوقتي. مزرعة بالكامل اهي. الشجرة دي بس عشان فيها شوية ورد حلوين، نحب نخلي المنظر جميل. الفيديوهات اللي يقول لك لا تصلح، لا تصلح لدول الخليج، لا تصلح للدول العربية، لا، بولونيا عربي المصرية مش تصلح لدول الخليج، لا، دي تصلح لدول الخليج، وأفضل شجرة لدول الخليج، وأقوى شجرة لدول الخليج، وأحسن شجرة لدول الخليج.